يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. سلام يا صبايا، كيفكن حبيباتي؟ طمنوني عنكن. ان شاء الله تكونوا بألف خير. انتوا عم بتشوفوا فيديو اليوم. خلينا نبلش الفيديو بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اليوم بلشت لكم الفيديو بزريعتي الحلوة اللي هي زريعة الريحان. يعني مبسوطة فيها صبايا لأنه هي أول مرة وأول فترة هيك بتطول عندي الزريعة هي وعايشة، يعني فالحمد لله رب العالمين. تحملوني شوي بإسرعكم فيها. والله يا صبايا صايرة أول ما عم فيق دغري عم بسقي الزريعة وهيك بهالشوب، يعني ما عم بحاول ما أنساها. وعندي هدول السمكات كمان فطرتهم وطعميتهم. شوفوا صبايا بس هيك بحط لهم ايدي يعني من فوق دغري هيك بتلاقيهم ببلشوا بيهوشوا هيك علي وبيعرفوا انه بدهم ياكلوا. ففطرتهم وطعميتهم وكانت حماتي عم تنادينا على القهوة. يعني أنا وسلفاتي فرحنا والله وشربنا قهوة. هيك كان صباحي يعني مو لحالي، رحت عند حماتي وشربنا قهوة وحكينا شوي ودردشنا. يعني القهوة مع الجماعة يعني مع الكترة إلها طعمة غير شكل عن جد صبايا. كيفكن انتو؟ شو اخباركن؟ طمنوني عنكن. اليوم الفيديو متنوع، فيه تسوق، فيه مشتريات، يعني غير المعتاد، ما في طبخة اليوم، بس هيك في شوية شغل بالبيت ومثل ما قلت لكم تسوق. والله ويا صبايا بعد ما خلصت قهوتي رجعت على البيت وبلشت بشطف البيت. يعني احلى شي بالصيف اللي عم نعمله انه نقدر نكت مي في صبايا سألوني انه انتي دائما عند حماتك او دائما مع بعض او دائما مجتمعين. شوفوا صبايا نحنا كيف عيشتنا. نحنا اللهم صل على النبي، يعني بيت حماية كبير كتير. فكل واحد أخذ من البيت غرفة وعمر عليها وطلع عليها. فيعني نحن مستقرين كل واحد ببيته، بس بالنهاية يعني إنه نحن كلياتنا مع بعض. إنه الحديقة مع بعض، باب بيتنا يعني واحد، بس إنه كل واحد له باب ومسكر عليه. والله يا صبايا هي أحلى نعمة إنه نحنا مع بعض، لأنه بالغربة الواحد كتير بيضيق خلقه، كتير بيحس بتوحد. فهي يعني يمكن الشي الوحيد اللي مصبرنا على عيشتنا إنه نحنا كلياتنا مع بعض. وأنا وأختي كمان يعني متزوجين أخين. فيعني إنه منه سلفتي ومنه بنفس الوقت أختي. فهيك والله مبدأ عيشتنا، والحمد لله رب العالمين. الله يهدي بال الجميع يا رب. والله ويا صبايا مثل ما لكم شايفين هون نزلت على السوق لأنه هيك يعني برادي وبيتي كانوا مسافرين. فنزلت على السوق وقلت حالي لازم إني أجيب أغراض، وبلشت شوية مشتريات. هلا شوفوا صبايا أنا كيف منظمة أموري وكيف عاملة هيك ميزانية بيتي، يعني الحمد لله رب العالمين كل واحد مرتاح فيها. هلا بداية الشهر صبايا بما انه بيكون زوجي قابض، يعني فانا بجيب الاساسيات. بجيب كيس رز كبير، كيس يعني كل شيء، الاساس الزيت سمنة رز، يعني الاساس اللحمة الدجاج. وبعدين بصير بنزل كل خميس مثلا او كل يوم بالاسبوع، وبجيب شو بدي طبخات معينة، شو بدي لحمة دجاج، يعني بتعرفوا الواحد ما بيقدر يمون اللحمة فترة طويلة، وبنفس الوقت الدجاج بنجيبه تازة. فبحب اني هيك يعني اعمل انه كل اسبوع بنزل بشوف شو ناقص لي كم غراب بنزل بجيب، وببداية الشهر بجيب غراض كاملة. وهذا القسم يا صبايا هذا قسم معشوق الجماهير، معشوق البنات يعني. فكتير في شغلات حلوة هون. اللهم صل على النبي، صبغات، حمام زيت، يعني كتير كتير هون في شغلات حلوة. هون جوزي بيقول لي معلش لا تروحي انت لهنيك احسن يعني. بروح هنيك وبغرق الله وكيلكم شو بدي اخذ وشو بدي اجيب. يعني عن جد هذا القسم احلى شي والله يا صبايا. هلا هي الشامبوهات وهون عم شارككم شوي الاسعار. شوفوا صبايا وهون قسم المنظفات.
انا اكتر شي بحب استعمله الغسيل توري، واللهم صل على النبي، جزيرة كتير بحبهم هدول، يعني اكتر شي بينطفوا الغسيل. فلفت نظري انا وعم شوف، شفت لون توري لون ازرق. هلا انا ولا مرة مجربته، صبايا اللي مجربينه حكولي عليه كيف. والله ويا صبايا بعد ما خلصت المشتريات وحاسبنا عليه هون، طلعنا وفي قدام المول هذا المحل. صبايا هذا المحل عنده اي قطعة تقريبا ب20 قرش، ويعني 20 قرش بالنسبة لسوريا تقريبا 2000. هيك شي 2000 أو 3000، أي قطعة هيك سعرها. وأنا هذا المحل يعني بحبه كتير، يعني بتلاقوا في شغلات ضرورية وعن جد رخيصة، يعني تحسيها إنه كتير في شغلات ضرورية وكتير منيحة للمطبخ، وبنفس الوقت سعرها كتير رخيص. فهون بنتي عبيت اغراض حتى في العاب للاطفال، في يعني كله هيك بسعر كتير بسيط. بس والله يا صبايا يمكن هذا اكتر مكان انه بنحط عليه مبلغ كبير، وانه انتي ما عم تحسي. فقطعة ورا قطعة، قطعة ورا قطعة بتجمع بصراحة. فهون ما شاء الله اخذنا يعني اغراض وطلعنا. بس ارجع على البيت بشارككم مشترياتي، طبعا نص الالعاب لبنتي يعني، بس انا اخذت لي كم غرض. وهلا هون يا صبايا والله رجعنا، وكان الجو كتير براد وحلو، يعني غير شكل كان الجو. المسويات الهوايات بياخدوا العقل. هلا هون يا صبايا بعد ما رجعت حبيت شارككم مشترياتي. شوفوا صبايا، نحنا من شريبين القهوة وبنحب القهوة كتير، فما يعني ما بفضل اني اجيب فناجين، بحب جيب كاسات. فجبت هدول الكاسات للقهوة، هيك كاسات حجمهم كبير، يعني بنشرب الكاسة وخلص، ما عاد انه بحاجة انه نشرب اكتر. فحجمها منيح صبايا. وجبت اللهم صل على النبي هذا المعطر توري. بصراحة أنا ولا مرة جايبة منه المعطر، يعني بجيب دواء الغسيل بس ولا مرة جايبة المعطر، فحبيت إني جيبه وجربه. ريحته كانت بتاخد العقل صبايا. وجبت هذا الكوستر، كوستر جلد كمان عجبني موديله، قلت حالي بحطه بزاوية المطبخ، بحط عليه كم غراض هيك. وجبت لبنتي هدول الألوان ومعجونة وكراكيب كتير جميلة، يعني ما صورت لكم إياها. واللهم صل على النبي كمان في عندي هدول الأكياس صبايا، هدول أكياس تغليف حجمهم كبير، يعني طنجرة جالت أي شي بيغلف لكم. وهذا التاني هدول حجمهم صغير للصحون، يعني هدول أكياس التغليف ما بقدر استغني عنهم أنا أبدا. وهدول أكياس للتلج كمان هيك. وجبت يا صبايا لوشن معطر للأيدي، هذا كمان أول مرة بجربه بصراحة، ماركته فريز، يعني ريحته كتير حلوة وحبيتها. وجبت كمان اكياس التفريز هدول للحمة للدجاج، يعني اكياس تفريز. صبايا هدول كلهم مثل ما قلت لكم انه ب20 قرش، كان كتير المحل مميز. وجبت هي الساعة، انا من عشاق الساعات، يعني وين ما بروح لازم اني اجيب ساعة، فاكيد مو 20 قرش الساعة. كانت كتير ساعة حلوة وناعمة. بعدين يا صبايا ليفت الكاسات كتير منيح وحضرت، يعني حطيتهم مع الكاسات. ونحن طبيعتنا بس نجيب غرض للبيت لازم دغري ندشنه. فقمت يا صبايا وحضرت فنجان قهوة وهيك، والله كان يعني روتيني لليوم. انتو صبايا شو اخباركم؟ طمنونا صبايا، كيف الوضع عندكم؟ والله بصراحة نحن هون بالأردن يعني آكلينا شوي، يعني ما في شي الحمد لله رب العالمين، بس هيك عم ناكلها رعبات يعني. كل شوي يا صبايا بيرن صفارة الإنذار بالليل يعني بالذات، فكتير وهرة وولاد كتير عم يرتعبوا بصراحة. فالله وكيلكم، بدل ما انه ننضب ونحط حالنا بالبيت، لا بالعكس بنطلع وبنشوف السما ويعني متابعين معاهم اول باول. وهلا هيك يا صبايا صارت قهوتي جاهزة. انا بحب قهوتي تكون تقيلة كتير، اذا كانت خفيفة ما بحبها ابدا. فهيك يعني تمنيتكم معاي بصراحة بكاسة القهوة. وهذا كل شي لليوم يا صبايا، هيك كان روتيني اليوم. فالحمد لله رب العالمين، الحمد لله على روتيننا، الحمد لله على صحتنا وقوتنا. وهذا كل شي لليوم يا صبايا. وهون بهذا الوقت كان قرب يأذن العشاء، فحبيت شارككم الأذان. فسلام يا صبايا.